يلا. من اول حاجه تفاضل الدوال اللوغاريتميه. طبعا احنا عرفنا يعني ايه داله لوغاريتميه وخدنا قوانين اللوغاريتمات. تمام. تمام. فاحنا ده كله بالنسبه لنا دلوقتي ايه بقى معروف. هناخد بقى تفاضل الدوال اللوغاريتميه. الداله اللوغاريتميه عندك ليها شكلين. هما الشكلين. لو انا بقول لك ان داله س عباره عن لوغاريتم س للاساس ه. ده اول شكل، ان يكون الاساس بتاعك ه. تاني شكل معانا تمام. ان لوغاريتم س لاي اساس تاني. الف، اثنين، ثلاثة، أربعة. طبعا الأساس ما يكون موجب ها؟ أربعة، خمسة، زي ما يكون. المهم اللي هو ما يكونش إيه، ما يكونش هي. في الحالة تمام. الأولانية ديت إن المشتقة التفاضل بتاعك يبقى قانون مهم قوي يا جدعان. تفاضل، احفظ معايا بقى كده. تفاضل الدالة اللوغاريتمية طبعا. يعني حاجة بس قبل ما نشتغل، إحنا بنسمي اللي جوه اللوغاريتم دوت بنسميه دالة، بعيدا عن الدالة دي. ده حاجة ما بيننا كده، اللي إحنا بنسمي اللي جوه اللوغاريتم بنسميه دالة. تمام. فيبقى القانون بتاعك هو عبارة عن مشتقة الدالة على الدالة. يعني الدالة هفاضلها على الدالة ذات نفسها. يعني مثلا المثال اللي قدامك ده س هي بالنسبة لي دلوقتي الدالة، صح؟ مم. القانون بتاع تفاضل الدالة اللوغاريتمية هو عبارة عن مشتقة الدالة اللي هو واحد على الدالة ذات نفسها اللي هي س. كده أنا خلصت. فهمت. يبقى تفاضل الدالة اللوغاريتمية عبارة عن إيه يا جدعان؟ مشتقة الدالة، والدالة هنا المقصود بيها اللي جوه اللوغاريتم. تمام. تمام؟ اللي جوه اللوغاريتم احنا بنطلق عليه دالة. فبنقول اللي هو مشتقة تمام. الدالة اللي هو مشتقة السين مقسومة على مين؟ على الدالة ذات نفسها اللي هي س. طب لوغاريتم ألف لأساس س ده تفاضله عامل إزاي؟ التفاضل بتاعه، ثانية واحدة. يبقى التفاضل بتاعه لو كان الأساس بتاع اللوغاريتم أي رقم تاني غير اله، أي رقم تاني، فبيبقى عبارة عن إيه؟ برضه عبارة عن تفاضل الدالة اللي هو تفاضل السين، صح؟ يبقى هو عبارة عن الدالة مم. المشتقة بتاعتها مقسومة على الدالة ومضروبة في حاجة بقى. مضروبة في شبه الأسية بالظبط، اللوغاريتم ألف للأساس ه. فاكر الداله الاسيه لما كنا مثلا بقول لك الف اس 2 او اس س مثلا، بتقول لي ايه؟ وعباره عن المشتقه مم. ألف بتاعته اتنين وعباره تلاتة عن الف اس س لوغاريتم ه. واحد لوغاريتم الف الاساس ه، صح كده؟ س. صح كده يا شباب ولا ايه؟ هنا نفس الفكره بالظبط. يبقى التفاضل بتاع الداله اللوغاريتميه لو كان الاساس بتاعك اي قيمه غير اله، بيكون مشتقه الداله على الداله في لوغاريتم الرقم للاساس ه ايا كان الرقم. طب ممكن اكتبه بشكل تمام. تاني؟ اه ممكن تكتبه بشكل تاني. ممكن تخليه لي مشتقه الداله على الداله مضروبه في مين؟ في لوغاريتم ه للاساس 1000. مش فاهم عملت ايه؟ انت لما بتنقل اللوغاريتم من البسط للمقام او من المقام للبسط بتشقلب الاساس والدل. تمام. فاهمين؟ مش فاهم يا جدعان؟ الحته دي مهمه قوي، بتيجي على طول في الامتحان اللي هو يشقلبها لك دي. تمام. مش فاهم. نقول تاني. تعال ناخد مثال كده. لو انا مثلا جيت قلت لك داله س، راجع بس كده معايا، قلت لك هي عباره عن لوغاريتم ت لس تربيع زائد 5 س. دوت كده جوه، كله جوه اللوغاريتم. تمام. فانا خلاص انا اطمنت ان الاساس بتاعي اهي. خلاص يبقى المشتقه بتاعتي هي عباره عن مين؟ عباره عن اللي هي مشتقه الداله. مشتقه الداله على الداله، صح؟ فين الداله بالنسبه لي؟ الداله بالنسبه لي اللي هي دي كده بنسميها داله. مشتقه الداله اللي هو 2 س زائد 5، صح؟ على الداله ذات نفسها اللي هي س تربيع زائد 5 س. حد عنده مشكله؟ لا، تمام. واضحه كده مع الكل؟ مم. اقترب صلاة العشاء. تمام. نيجي نشوف بعد كده. لو انا اديتك
مثال تاني، نفس المثال بالظبط، قلت لك لوغاريتم 2، لوغاريتم 2 للداله اللي اسمها س تربيع زائد 5 س. ايه المختلف ما بين المثال ده والمثال ده؟ ان هنا الاساس يعني مش ه. اه. يبقى انا اخد بالي بقى، يبقى التفاضل بتاعي مش هيختلف كتير، مم. الاشتقه بتاعتي مش هتختلف كتير، هتكون برضو عباره عن تفاضل الداله، دي بنسميها داله، يبقى 2 س زائد 5 على الداله ذات نفسها اللي هو س تربيع زائد 5 س. معاك هنا بقى اختيارين، الاختيار الاول يا اما تقول لي هو لوغاريتم 2 للاساس ه، شبه ما كنا بنعمل في الداله الاسيه، مم. او تكتبوا لي كده 2 س زائد 5 على س تربيع زائد 5 س. بس ما دام انا قلت اللوغاريتم دوت، ما دام هيتنقل من المقام للبسط هتشقلب بس، فيبقى لوغاريتم ه للاساس 2، هتشقلب الاساس والاس، الاساس والداله. تمام. واضحه كده مع الكل ولا لسه حد عنده مشكله؟ تمام أنا فاهم. تمام. مم. بس ده الدرس بتاع النهارده، تعال نحل بقى عليه. بس كده. هو عباره عن قانون واحد بس. طيب. تمام يا شباب، تعال نشوف مسائل بقى على القصه دي. بسم الله نبدا. هنحل طبعا بقى الاسيه واللوغاريتميه الاثنين مع بعض. طيب. لو انا مثلا جيت قلت لك الصاد، الصاد، اول مثال معانا اهو، قلت لك الصاد، ويا ريت يا رجاله الكل يركز معايا انا ازاي بفكر في السؤال عشان ما تعطلش، مش عايزك تعطل. زائد لوغاريتم زائد 9 لوغاريتم س للاساس هي. الراجل بيقول لك اوجد المشتقه الاولى في كل المسائل اللي انا هقولها دي. المشتقه الاولى، ها، تفاضل الاربعه س يبقى 4 زائد، طبعا التسعه انا ماليش دعوه بيها، هي معامل تنزل عندي هنا، ده تفاضل لوغاريتم، اللوغاريتم الاساس بتاعه هي، خلاص يبقى مشتقة الدالة على الدالة، صح؟ مشتقة الدالة مشتقة السين بواحد، صح؟ على مم. الدالة اللي هو كام؟ هي مم. س. طب اظبط لي شكلها بعد اذنك، يبقى 4 زائد 9 في 1 ب9 على س. مم. كده انا خلصت. تمام. واحد تاني صايع شوية قال لك لا انا مش هحلها كده. قلت له امال ازاي؟ قال لي انا هظبط شكل الدالة الاول. قلت له هتعمل ايه؟ ما هي شكلها متظبط اهو. قال لك يا عم لا، انا مراجع قوانين اللوغاريتمات، وعندي قانون بيقول لي ان انا ممكن احط التسعه ديت كأس للسين. السين. يعني كتب كده بالظبط، اللوغاريتم س أس 9 للأساس هي. قلت له ماشي، الفيصل ما بيني وما بينك اذا كانت الحركه ديت صح ولا غلط، انك لما تشتق تطلع لي نفس الناتج اللي انا مطلعه. قال لي حاضر، اشتق يا عم. ها، اشتقت الاربعه س باربعه زائد، دي داله لوغاريتميه الاساس بتاعها اهي، هشتق على طول، هيبقى مشتقة الدالة اللي هو س أس 9 مشتقتها 9 س أس 8 على الدالة ذات نفسها اللي هي س أس 9. جه واحد تاني قال لي لسه كده ما خلصتش، قال لي بقى نستخدم قوانين الأسس، عندي نفس الأساس ومقسومين على بعض فهطرح الأسس، صح؟ فيبقى 4 زائد 9 على س. طير الثمانية مع التسعة بقى له واحد فبقى له س. إذا طلع نفس الناتج يبقى من وجهة نظري كل مم. الطرق تؤدي إلى روما. حلتها كده، حلتها كده، براحتك. مين مش فاهم يا شباب؟ تمام. فاهم. مين مش واضحة معايا؟ الدنيا سهلة، خلي بالكم جدا يعني، سهلة سهلة يعني. ها، مين مش فاهم؟ هو ده سهل. ده سهل حلو. وبراجع معاك القوانين اهو عشان لو حد عنده مشكلة. تعال نشوف مثال، مثال كمان. ها، ويا ريت تركز انا ازاي بفكر. السؤال الثاني يقول لك والله الصاد عبارة عن لوغاريتم
4 س تربيع ناقص الواحد الكل 3. وكتب لك اللوغاريتم كده. في هنا مشكله بقى. مين الصايع اللي يقول لي هنا فين المشكله؟ مفيش اللي هو أساس. بص مفيش ملهاش غير أصلا. اساس. مم. بص، وقت ما تلاقي اللوغاريتم مكتوب كده اعرف ان الاساس بتاعك 10، بس هو احنا ما بنكتبهاش. ده ديفولت. شبه ايه مثلا الديفولت دوت؟ ديفولت زي مثلا اجي اقول لك الجذر التربيعي، هل انا إكس بتلاقيني واحد. كتبت 2؟ لا، فهمت، ما ماشي. بكتبش ليه؟ هي معروفه ان لما اكتب الجذر كده يبقى ده جذر 2. برضه لما اكتب اللوغاريتم من غير حاجه تحته اعرف ان الاساس بتاعك 10. دي اول ملحوظه مهمه معانا هنا. يبقى ده لما اجيب لك تمام. لوغاريتم ملهوش اساس اعرف ان الاساس بتاعه كام؟ تمام، 10. مين مش فاهم؟ فاهم. تمام. لما يجيب لك مساله شبه دي كده اوعى اوعى تفكر فيها ان انا لما اجي اشتق الداله هشتق هنا قوس. امال احنا مدينا قوانين الاسس واللوغاريتمات ليه؟ امال هعمل مكتوب ايه؟ 3 انا ممكن جوه انقل اللغة. الثلاثه ديت. الله عليك يا عبد الرحمن. الله يا عبد المنعم. منعم ولا عبد الرحمن؟ عبد المنعم. عبد المنعم. ايوه يا عم. اعمل ايه؟ زي ما عبد المنعم قال هنزل الثلاثه. كده انا لسه بظبط شكل الداله. يبقى الصاد معايا هتكون عباره عن 3 لوغاريتم 4 س تربيع ناقص الواحد. الله عليك يا ابني. ابدا حل بقى. هات لي المشتقه الاولى. الثلاثه انا ماليش دعوه بيها. مضروبه في مشتقه الداله. قلنا ديت بنسميها داله. مشتقتها هتبقى 8 س. صح. مم. على اللي جوه اللوغاريتم اللي هو 4 تربيع ناقص الواحد. ولازما ما دام هنا الاساس بتاعي مش هعمل ايه؟ هضرب في لوغاريتم 10 اساس او ممكن اكتبها ازاي؟ هضرب الثلاثه في هو 8 ب 24 لوغاريتم. اه. على 4 س تربيع بس الواحد. تمام. وهقلب. هطلع اللوغاريتم دوت في البسط وهقلب يبقى لوغاريتم للاساس 10. مين مش فاهم؟ تمام، أنا فاهم. يا رجاله. يا 8 عبده. س. تمام يا هندسة. واضحه الدنيا كده ولا فيها لخبطه؟ تمام. حلو قوي. تعال ناخد كمان سؤال كده برضو اقول لك يعني الملاحظات اللي انا بقولها ديت يا جدعان اكتبوها. أنا عندي بكتب هندسة. مثال كمان. عندنا مثال كمان اجي اقول لك. سؤال رقم 3 مثلا. هو سن الصاد بتساوي س تكعيب في لوغاريتم ه لس اس 4. هنا بالنسبه لك الشكل ده يوحي لك بايه؟ كده ضرب دالتين. بالظبط. يبقى انا لما صح. اجي اشتغل هشتغل ان الس تكعيب داله واللوغاريتم س اس 4 الاساس هي داله ثانيه. يبقى التفاضل الاول تمام. هيكون عباره عن الداله الاولى اللي هو س تكعيب. يعني تفاضل الداله الثانيه اللي هو لوغاريتم هيبقى مشتقه الداله اللي هو 4 س تكعيب على الداله ذات نفسها اللي هو س اس 4 زائد الداله الثانيه. عود نفسك وانت بتجيب دي حاجه مهمه جدا. وانت بتجيب مشتقه لوغاريتم ما دام ضرب دالتين اكتب اللوغاريتم بعيد شويه. واعرفك ليه دلوقتي. تمام. يبقى الداله الثانيه تنزل زي ما هي في تفاضل الداله الاولى اللي هو 3 س تربيع. طب لو كان واحد نسي وكتبها لي كده لوغاريتم س اس 4 مضروبه في 3 س تربيع غلط. ايه يا نجم؟ عشان كده انا بالنسبه لي دي ضمت كده كلهم جوه اللوغاريتم تاخد صفر والله. صفر. فهمت. تمام. طب انا عايز اعمل الحركه ديت هكتب اللوغاريتم في الاول اعمل ايه؟ بعد ما اخلص لغايه س نص 4 مقفلها له بقوس كده. كده انا قلت للراجل اللي بيعلم انا راجل فاهم وعارف ان دي بره اللوغاريتم. مين مش فاهم؟ تمام. تمام. المهمه دي قوي يا جدعان تاخد صفر تطلع من الامتحان انا حلل صح انا حلل صح وانت واخد صفر كبير. مفاجأة. اه تلاقي نفسك مره واحده ايه؟ كليه الزراعه تتصل بيك على طول. تمام. إيه. لما تيجي هتلاقي بقى تمام. لما انت تيجي تختصر السين تكعيب راحت مع السين اس 4 بقى لك س. السين تروح مع السين تكعيب يبقى لك س تربيع. مين مش فاهم؟ اه. تمام.
صار كويس. تمام. طب انا هعمل حاجه كده واللي مش فاهم يقول. طيب ثانية. نزلت الأس. نزلت القص، وخلي بالك دي لو مساله اختيارات مش هتلاقي الا الاختيار دوت، مش هتلاقي اي حاجه تانية. دايما في اي مساله تفاضل وتكامل يا شباب في الاختيارات انا بحط لك ابسط قيمه. يعني لازم تبسط ولازم تشتغل المساله للنهايه، اي حاجه من وجهه نظرك شايف اللي هي تختصر اختصرها. الناتج النهائي. في الناتج النهائي خالص اختصر على قد ما تقدر عشان لما تبص في الاختيارات تلاقيها. تمام. عشان الامتحان اللي انا عامله الجديد ده هتحل تحل 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 وفي الاخر مش هتلاقي الاختيار بتاعك موجود. واقعد اضرب نفسك بقى، ما اختصرتش مش هتلاقي الناتج وانا ماليش دعوه. تمام. اللهم بلغ. تمام مثال. تمام مثال. يا سلام يا سلام يا سلام، لو قلنا السؤال ده يبقى راجل فاهم قوانين لوغاريتمات. ها مين؟ هيبقى ناقص. هيبقى ناقص. ناقص يا هندسة. هتعمل ايه؟ صح. طب لو واحد ما خدش باله، ناقص. لو واحد ما خدش باله تخيل معايا كده واحد ما خدش باله، انا ما خدتش بالي وانا بحل، هتوصل للنتيجه؟ اه هتوصل، بس شوف معايا هناخد وقت قد هيشتق ايه. اشتقت اسم الدالة. اشتقت اللي هي اسمها هعمل ايه؟ اشتقت الداله هتبقى اسمها س زائد 4 كل تربيع س زائد 4 مضروبه في 3 س تربيع، مين مش فاهم؟ ناقص س تكعيب مضروبه في مشتق مقسومه على الداله ذات نفسها اللي هو س تكعيب على زائد 4. هاجي لا دي اختصر قصة بقى، جديدة. اختصر ده مع ده، يبقى لي 3 س تكعيب ناقص 12 س تربيع ناقص س تكعيب مقسومه على س تكعيب على س زائد 4. اختصر يبقى 2 س تكعيب ناقص 12 س تربيع مقسوم على س تكعيب زائد 4. اختصر اخد السين تربيع اخد الاثنين س تربيع عامل مشترك، 2 س تربيع كعامل مشترك، يبقى لك س ناقص 6 على س تكعيب على س زائد 4. بعد كده اعمل ايه؟ طير السين تربيع مع السين تكعيب، هتلاقي ان الشكل بتاعك بقى شكله عامل ازاي؟ 2 س ناقص 12 مقسومه على س تربيع زائد 4 س. خدت وقت قد ايه انا؟ لا ده قضية كبيرة. قصه، ومن انا كمان انا راجل بقالي سنين بدرس ومهندس فانا الدنيا معايا سالكه شويه. انت بقى هتلاقي نفسك ايه؟ اسمه قصه هتلاقي نفسك عطلت، لازم هتعطل. طب لو واحد مم. كان خد باله من مذاكر القوانين اللي احنا برضو شرحناها هيعمل ايه؟ هيقول لي والله ان الصاد هي عباره عن لوغاريتم س تكعيب على س زائد 4، مش ده كان اه السؤال؟ هيبقى انا ناقص. خدت بالي ان هما الاثنين مقسومين على بعض، يبقى انا اه. هفكهم طرح. فلوغاريتم اه. اهي س تكعيب الاول ناقص لوغاريتم اهي س زائد س 4. زائد 4. بعد كده ابدا اشتق. طب قبل ما اشتق ممكن تنزل لي الثلاثه ديت، خليك عيل فهمان بقى. ها، يبقى مم. 3 ولوغاريتم س ديت بتشتق 1 على س. حلو. طب وديت هتبقى 1 على س زائد 4. ها، تعرف تعمل لي توحيد مقام؟ اه اعرف، يبقى س زائد اه 4 يبقى 3 س زائد 12 ناقص س، يبقى عباره عن 2 س 12 زائد 12 على س تربيع بس. زائد 4 س. مين فيهم اللي بيفهم؟ الحل تحت. تاني طب أكتر هو حل كتير، اللي تاني فوق أكتر. حل غلط؟ حلش غلط، هو بس احنا الفكرة. عايزينك في اقل وقت تحل اكبر عدد من الاسئله. فاهمني؟ آه، فهمت. فدايما وانت مم. شغال في بالذات في اللوغاريتمات خلي بالك بقى بعد كده كل المسائل اللي انت تسال عليها تبقى لوغاريتمات. يعني هيجيب لك اي نوع تفاضل دوال مثلثيه، تفاضل دوال بارامتريه، احط لك في اللوغاريتم. ليه؟ عشان اخليك تشتغل بالحاجات دي. مش انا كزياد، انا بقول لك انا كالراجل اللي بيحط الامتحان.
فانت كده خلاص اللوغاريتم كده هيتنيه معاك طول حياتك بقى. تمام. تمام. طب انا مثلا ما دخلتش هندسه، دخلت مثلا كليه حاسبات، هتلاقي مثلا ثلاث ارباع الحاسبات معتمده على اللوغاريتمات. اللوغاريتمات ده اهم حاجه في الرياضه عموما، بعيدا عن التفاضل والتكامل. الداله اللوغاريتميه مهمه جدا، والداله الاسيه مهمه جدا جدا. دخلت تجاره هتلاقي نفسك بتستخدم الداله اللوغاريتميه والداله الاسيه. تمام. مم. ف دالتين مهمين جدا. طب انا عايز اديكم مثال كمان. لو انا جيت قلت لك ان الصاد عباره عن مين؟ واحد ناقص لوغاريتم س الاساسيه على واحد زائد، ولا واحد هنا واحد زائد وهنا واحد ناقص، ناقص لوغاريتم مم. س الاساسيه. دي تتفك اسمها، تتفك طرح قصدي. لا، لو ليه؟ كده ممكن نعملها أس سالب واحد ولا مش هتنفع؟ مش هينفع، ما ينفعش. احنا بنطلع الاس ده لو كان مضروب في اللوغاريتم، انما لو مجموع او مطروح ما ينفعش. تمام ماشي. هو تمام. المفروض فك وهنا دي كده بالنسبه لك هي ما تنفعش لاسمها، مم. صح ولا ايه؟ صح. وما تنفعش هنا تفكها طرح عشان هم مش جوه اللوغاريتم، ده كل لوغاريتم لوحده. مم. فابدا اشتغل ايه؟ ابدا اشتغل مشتقة اسم، يبقى المقام تربيع. اه فهمت. واحد ناقص لوغاريتم س الاساس في تربيع. بعد كده واحد ناقص لوغاريتم ايه س مضروبه في مشتقة البسط اللي هو واحد على س، صح؟ صح. ناقص البسط اللي هو واحد زائد لوغاريتم س الاساس ه مضروب في تفاضل المقام، تفاضل المقام اللي هو سالب واحد على س. بعد كده ابدا ابسط، واحد على س في واحد بواحد على س. واحد على س في سالب لوغاريتم س يبقى سالب لوغاريتم س الاساس ه مقسوم على س، صح؟ مم. سالب ممكن تاني، بسالب. ممكن تاني معلش. انا هعمل ايه دلوقتي؟ سالب. هبدا ابسط، هضرب واحد على س في واحد مم. يبقى واحد على س. هضرب واحد على س في سالب لوغاريتم س الاساس ه هيبقى سالب لوغاريتم س الاساس ه مقسوم على س، صح؟ مم. عندي السالب في سالب بموجب، واحد على س في واحد، واحد على س. واحد على س في لوغاريتم س الاساس ه يبقى بكام؟ لوغاريتم س الاساس ه مقسوم على س. مين مش فاهم؟ مقسوم على المقام اللي هو واحد ناقص لوغاريتم س الاساس ه تربيع. مين مش فاهم؟ لا فين. الواحد على سالب لوغاريتم دوت هو دوت بس باشاره مخالفه. واحد على س تمام. زائد واحد على س باثنين على س، يعني ممكن اكتبها كده في 2 س مضروبه في واحد ناقص لوغاريتم س الاساس ه تربيع. مين مش فاهم؟ صح، هتنزل السين تحت معانا. تمام يا شباب. تمام. طب دوت كان السؤال رقم 4 على ما أعتقد. السؤال رقم 5. لو جيت بقى قلت لك دي فكرة حلوة أوي، لو قلت لك إن الصاد بتساوي لوغاريتم مقياس س تربيع ناقص الواحد على ه. اه، مم. مقياس الس تربيع. لو أنت كنت في ثانية ثانوي وكنت بتاخد رسم الدالة ديت، دلتين. لا مش هتعملها دالتين ولا حاجة، اسمع بس. لو أنت كنت بتاخد رسم الدالة دي في ثانيه تانيه ثانوي وتاخد المجال بتاعها والمدى بتاعها والاطراد بتاعها، كانت هتختلف عن الداله اللي اسمها لوغاريتم س تربيع ناقص الواحد للاساس هنا. دي كانت هتختلف عن دي تماما في الرسم.
والمجال والمدى والاطراد. تمام. مم. انما في الاشتقاق دي مش هتفرق دي عن دي حاجه، نفس الاشتقاق بالظبط. مم. مشتقة الدالة اللي هو 2 س على الدالة ذات نفسها اللي هو س تربيع ناقص. خلصت انت. ها، يبقى انت لو كنت في ثانيه ثانوي كان كل حاجه كل حاجه بتفرق. مم. مجال، مدى، اطراد، رسمه، كل حاجه بتفرق. انما في الاشتقاق احمد زي الحاج احمد بالظبط، هما الاثنين واحد. مم. تمام. ماشي يا شباب. تمام يا هندسة. مثال كمان، لو جيت قلت لك مثال رقم 6، قلت لك والله الصاد عباره عن لوغاريتم للجاسي. حد هنا يقول لي اساس اللوغاريتم كام؟ 10. تمام. يبقى لما اجي اشتقه لوغاريتم المقياس جاسي. تمام. هل المقياس بيفرق في الاشتقاق؟ لا. الصاد شرطه تكون عباره عن مشتقة الداله اللي هو جاتا س على الداله ذات نفسها اللي هو جا س، ولازم نضرب في لوغاريتم 10 الاساس ه. هتلاقي الراجل كاتبها لك كده جاتا على جا بزتا. بالظبط. زتا اه جت لوغاريتم. على زط. لوغاريتم كام؟ لوغاريتم ه الاساس 10. تمام يا شباب. تمام. لازم تحط لي السين ديت في قوس عشان تفرق لي، يعني اللوغاريتم ديت ما تكونش ايه زاويه، او تكتبها متبقاش لي مضروبة كده، فيه. او تكتبها لي كده عشان ما تنقص. تمام. تمام. تمام تمام. ماشي. دي فكره كمان، عايزين ناخد فكره. طب لو جت ضمنية نعملها ازاي؟ هقول لك أهو. قاعدة. بنفس الفكره بالظبط. تعالى يا عم اديك مثال على على المشتقات العليا. تمام. واديك مش مثال على البارامتريه. اقول لك مثلا الصاد بتساوي ه اس س جا س.